كيما راكم تشوفوا البنات، هاد لاغوبس قامت لي غير ب75 ألف فقط. نعم 75 ألف فقط. واستعملت 3 متر قماش. راح تخرج لكم غوب كلوش تهبل ومطلوبة بزاف بزاف في فصل الصيف، وراح نخيطوها مع بعضنا خطوة بخطوة وبطريقة سهلة وبسيطة. والقياس اللي راح نخدموها البنات هو قياس ستاندر. تبعوا معايا للاخير نوريكم كل اسرار الخياطه ومنين شريت القماش واسم القماش، وعلى بركه الله فلنبدا. كيما قلت لكم البنات، اسم القماش هو كريب فرواسي، وراح نستعملوا البنات 3 متر فقط. اول خطوه نديروها البنات هي نرسموا الباترون تاعنا على الورق. هذه الخطوه ضروريه جدا ومهمه جدا. نجيبوا الورق تاعنا البنات ونبداو نوضعوا القياسات تاعنا. اول حاجه الرقبه تاعنا البنات راح نديروها 8 سنتيمتر. حسبت 20 سنتيمتر الكتف. راح ننزل بقيمه 2 سنتيمتر. علاه نزلت بقيمه 2 سنتيمتر؟ باه نديروا ميلان الكتف البنات. من بعد البنات نزلت بقيمة 24 سنتيمتر. نرسم الخط هذا يساعدنا البنات باه نشكلوا حردة الإبط. ثم نعين منتصف الخط هذاك البنات وندخل بقيمة 1.5 سنتيمتر. محيط الصدر ربع الصدر البنات 30 سنتيمتر. نرسم خط مستقيم تشكلت عندنا زاوية قائمة. راح نرتفع بقيمة 3 سنتيمتر. نتبع النقاط ونرسم دوران حردة الإبط. نروحوا الآن البنات نعينوا الخصر تاعنا. من نقطة الصدر البنات راح ننزل بقيمة 16 سنتيمتر. من نقطة 16 راح نرسم مستقيم. نعين نقطة 28 سنتيمتر الخصر تاعنا، يعني الصدر ناقص 2 سنتيمتر تمدلنا 28 سنتيمتر الخصر. بعد ما رسمنا الباترون البنات نتبعوا الرسم اللي رسمناه ونبداو نقصوا. بعد ما كملنا رسمنا الجزء العلوي نروحوا البنات ونرسموا لي مونش تاعنا. نوضعوا القياسات ونعملوا باترون بنفس الطريقه على الورق. كذلك البنات نحسب قيمه 24 سنتيمتر ونعين نقطه. ننزل بقيمه 13 سنتيمتر. من نقطه 13 نرسم خط مستقيم. الخط هذيك البنات راح نقسموه الى 4 اجزاء متساويه كما راك تلاحظوا. نعين المنتصف اولا، منتصف المستقيم، نعين ربع المستقيم. كما راكم تلاحظوا البنات المستقيم قسمناه الى 4 قطع متساويه. راح نرتفع بقيمه 1.5 سنتيمتر. الجهه الاخرى ننزل بقيمه 1.5 سنتيمتر ونرسم على شكل حرف اس. عرض البنات المونش تاعنا درت 20 فقط، قيمة تقريبية فقط. بعد ما كملنا الرسم البنات نبداو نقصو. نتبعوا الرسم ونقصو كما تلاحظوا. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. نجيبوا البنات ورقة وراح نشرح لكم الطريقة اللي طويت بها القماش. عندي هنايا 3 متر من القماش والجهة الأخرى عندي 150 سنتيمتر. راني قاعدة نكتب ونوضح لكم البنات. راح نطوي الورقة أو القماش على 2. راح نتحصل على مربع متساوي الأضلاع 150 سنتيمتر في كل ضلع. وعندنا البنات جهة واحدة مغلقة والباقي كله راهو مفتوح. راح نطوي الورقة على 4، يعني راح نشكل مثلث وتصبح الورقة تاعنا مطوية على 4 أو القماش راهو مطوي على 4. عندنا جهة مغلقة والباقي مفتوح. في القماش البنات كنت درت نفس الخطوات اللي درتها معاكم. عندنا جهة مغلقة وجهة مفتوحة والقماش راهو مطوي على 4، جهة مفتوحة والجهة المغلقة. القماش راهو مطوي على 4. نجيبوا الباترون تاعنا البنات ونحاولوا نوضعوا القيس تاعنا.
كيما راكم تلاحظوا. نشوفوا المكان المناسب لوضع الباترون. انا هذا المكان المناسب. نحاولوا البنات نثبتوا الباترون تاعنا بالدبابيس باه تسهل علينا على العمليه. القماش تاعنا ما يهربش والباترون تاعنا يكون ثابت. نروحوا البنات نحدوا الطول يبدا من بدايه الكتف. نحطوا حاجه ثقيله باه تحكم لنا شريط القياس ونبداو نحدوا الطول تاعنا. الطول 145 سنتيمتر. شوفوا البنات الطريقه اللي قاعده نمشي بها بشريط القياس. شوفوا كيف راني نحرك في شريط القياس. شوفوا الطريقه 145. نحسب ونحرك شريط القياس ونضع نقطه 145 ونعين نقطه 145 ونعين نقطه. بعد ما عينا الطول البنات نتبع ونرسم. بالنسبه للعرض الفستان البنات نتوما اللي تحبوا العرض كيما تحبوا، نتوما اللي تتحكموا فيه. انا درت 82 عرض. بالنسبه للكلوشه البنات كاينه 2 طريقه. كاينه طريقه من الخصر، تحبوا الكلوش تاعكم يبدا من بدايه الخصر، تعاملوا بهذه الطريقه وترسموا الخط. انا بصح ما حبش الكلوش تاعي يكون من بدايه الخصر، حابه الكلوش تاعي يبدا من بدايه الصدر كيما راكم تلاحظوا. الكلوش تاعي راح يكون من بدايه الصدر. والعرض البنات نتوما اللي تتحكموا فيه. واضح؟ بعد ما كملنا رسمنا القياسات تاعنا نتبع الرسم ونبداو نقصوا الفستان تاعنا. الفستان يجي كلوش واسع وفضفاض ما شاء الله. نتبعوا الرسمه البنات ونقصوا كيما راكم تلاحظوا. بعد ما قصيت نتحصل على هذا الشكل. راهي الصوره واضحه. بقالنا هذا الجزء البنات راح نطويه على 2 ثم نطويه على 4. الجزء هذا راح نفصلوا فيه لي مونش. القماش تاعنا راهو مطوي على 4 كيما راكم تلاحظوا. القماش تاعنا ماهوش مستوي. نحسبوا العرض البنات 25 والطول 63 سنتيمتر. فهمتوا البنات علاه درنا الباترون تاع لي مونش؟ لانه القماش تاعنا ماهوش مستوي. راح نرسم خط مستقيم يعاوني باه نوضع الباترون تاعنا. هذه حيله ذكيه جدا في الفصال البنات، لازم نفصلوا بذكاء. نحاول نسوي الباترون تاعنا ونحكموا نمسكوا بالدبابيس جيدا باه يسهل علي عمليه القص ونرسم الباترون تاعنا. العرض البنات درت 20 سنتيمتر. نحاول نرسم خط مستقيم. ونتبع الباترون تاعنا البنات ونقصوا بطريقه سهله جدا وبسيطه بلا تعقيدات بلا اي حاجه. راح نفصلوا الرقبه الخلفيه. حسبت قيمه 8 سنتيمتر نزلت بقيمه 2 سنتيمتر. الرقبه الخلفيه راح تكون دائريه. بعد ما رسمنا الرقبه الخلفيه نقصوا البنات وراح نفصلوا الامام عن الخلف. ما تنساوش النقطه هذه يا البنات، لازم تفصلوا الامام عن الخلف. ونعدوا القماش تاعنا جيدا، نسويوه جيدا. حسبت قيمه 10 سنتيمتر وراح نرسم دوران الرقبه الاماميه. نتبعوا الرسم ونبداو نقصوا البنات. بعد ما كملنا فصلنا الرقبه نروحوا البنات نجمعوا الكتاف ونجمعوا الفستان تاعنا. نروحوا نلاقيو الكتفين، نضع الوجه مع الوجه ونجمعوا الكتفين البنات
ونروحو نخيطو. ما تنساوش البنات عند بدايه الخياطه ديروا بوين داغي كيما راني موضحه لك. نجمعوا الكتفين البنات مع بعض. هذا الكتف الثاني نديرو ديما بوين داغي عند بدايه الخياطه وعند نهايه الخياطه كذلك. لازم نغلقوا الخياطه تاعنا بوين داغي. الشكل هاو موضح البنات. بعد ما خيطنا الكتفين نروحوا الان نخيطوا لي مونش تاعنا البنات. هادو لي مونش راح نعين المنتصف، منتصف لي مونش ونحطوه مع بدايه الكتف. هذه احسن طريقه البنات باه نخيطوا لي مونش تاعنا. نبداو دائما من بدايه الكتف، هذه احسن طريقه. ونحكم جيدا بالدبابيس. نحكم المونش رقم 1 والمونش الثانيه. نبداو نخيطو البنات. ما نساوش بوين داغي كالعاده. ديما البنات كي تعودوا تخيطوا لازم القماش تخليوه على راحته، ما لازمش القماش تمدوه بزاف. ما تنساوش البنات ديروا السوغفيلاج كذلك. هنا خيطت لي مونش تاعنا ودرت السوغفيلاج او السوجي كيما تحبوا تسميوه. والان البنات راح نقفلوا الفستان تاعنا او لا غوب تاعنا. شوفوا الطريقه الصحيحه اللي نقفلوا بها الفستان. نبداو من لي مونش البنات، نحطوا الطابق مع الطابق هكا البنات تحصل على الخياطه، تكون الخياطه مع الخياطه كيما راكم تلاحظوا. دائما البنات دائما كي نقفلوا الفستان نبداو من لي مونش، من لي مونش الخياطه تبدا. هذه احسن طريقه. فستان ساهل خلاف الخياطه البنات. مام با يدي معاكم ساعه بين الفصاله والخياطه مام با. نبداو نخيطوا البنات. راني نوريكم من تبداو تخيطوا. راني هنا في الماشينه. ما تنساوش بوين داغي كالعاده. ونقفلوا لاغوب تاعنا او الحجاب بهذه الطريقه. وما تنساوش البنات كي تكملوا تخيطوا ديروا ديما زيكزاك على الحاشيه ديما. انا هنا كملت خيطت. شوفوا البنات الخياطه جات عند الخياطه شتيو. دوكا البنات نحسبوا لاستيك تاعنا. قص لقيت 20 سنتيمتر. عرض اللاستيك تاعنا 1 سنتيمتر. راح نحسبوا الطول 20 سنتيمتر ونقص. نديرو 2 قطع طولها 20 سنتيمتر. نروحوا البنات نغلقوا لاستيك، نغلقوه بالخياطه. انا هنا كان تحذف لي المقطع للاسف. كنت خيط لاستيك تاعي جيدا. جبت هنا لي مونش البنات ونحاول نخيط ونترك مسافه ونقلب القماش. ولاستيك لازم البنات يكون على الحافه تماما. نخيط البنات القماش فقط، لاستيك ما نخيطوهش. نحاولوا لاستيك ديما يكون في الحافه. راني نخيط البنات يد تعدل في اللاستيك واليد الاخرى عفوا اليد الاخرى راهي تعدل في القماش.
ولاستيك دائما يكون في الحافه، ديما يكون على الحاشيه. ان شاء الله تكون الصوره واضحه ومفهومه. نخيط ونعدل في نفس الوقت، ولاستيك وحده البنات راح يمشي لكم وحده، راح يعطيكم الطوع يمشي وحده. راني نخيط فيه بكل سهوله. راهو يمشي لي بكل سهوله. هنا البنات كنت كملت خيطت. شوفوا بسم الله ما شاء الله جا روعه. هذا البنات القطعه راح نديروها به نسجفوا بها الرقبه تاعنا. راح نرسم خط مائل، الطول تاعو غير محدد للبنات. المهم تميلوا ترسموا خط مائل، والعرض تاعو البنات درت 3 سنتيمتر. كيما راكم تلاحظوا العرض 3 سنتيمتر والطول غير مهم البنات. نقص البنات، نتبع الرسم ونقص. الجزء هذا البنات راح نستعملوه راح نسجفوا به الرقبه الاماميه والخلفيه. نعدل الحافه البنات. اول حاجه راح نقيسوا دوران الرقبه الاماميه والخلفيه مع بعض. بعد ما قصت البنات الطول، انا نسيت الطول صراحه قداوه، للاسف نسيت الطول. نظن درت 67 نظن. نقص البنات الطول، نتوما قيسوا الطول وشوفوا. راح نخيط البنات، نقف الشريط اللي درناه. بعد ما كنت خيطت الشريط البنات، راح نحاول نمشيه ساير داير على الرقبه تاعنا كيما راكم تلاحظوا. راح نبدا نثبتو بالدبابيس ونمشيه ساير داير. انا هنا كملت ثبتو بالدبابيس ساير داير. نروحوا البنات نخيطوا مع بعضنا. نبداو نخيطوا البنات. نخيطوا ونمشيو بشويه بكا البنات، ما لازمش نسرعوا. نخليو الرقبه على راحتها والبي كذلك على راحته، كل حاجه تتمشى على راحتها. اذا عندكم البنات طريقه ما فهمتوهاش، حاجه ما فهمتوهاش، كتبوا لي في التعاليق وراني راح نجاوبكم كامل واحده بواحده. نمشيو البنات ساير داير على الرقبه تاعنا. ديما نقول لكم البنات في الخياطه ما لازمش نزربوا، لازم نخيطوا بهدوء. في اي حاجه البنات نخدموها في حياتنا لازم نعطيوها وقتها. الخياطه نعطيوها وقتها، الطبخ نعطيوه وقته، الخبز نعطيوه وقته، الكسره نعطيوها وقتها. هذا هو سر نجاح العمل، كل حاجه لازم تاخذ الوقت الكافي تاعها. بعد ما كملت خيطت البنات، الخطوه هذه ضروريه جدا، لازم نكرونتيو الرقبه تاعنا. عليه نكرونتيو البنات باه تسهل علينا دوران الرقبه. شوفوا البنات هنا كملت كرونتيت. شوفوا البنات دوكا البنات البي كيفاه نخيطوه. عندكم 2 طرق، تحبوا تستعملوا البرا والخيط او تستعملوا الدبابيس. انا صراحه للمبتدئين ننصحهم يخيطوا بالبرا والخيط. شوفوا البنات كيفاه نتني البي تاعنا على 2 ونحاول ندخله لداخل.
كيما راكم تلاحظوا، ونبداو نخيطوا. نتني البي على 2 وندخلوا لداخل ونخيطوا. نكمل البنات، نمشي ساير داير كامل مع الرقبه تاعنا، ومن بعد نبداو نخيطوا بالماشينه البنات. وكي نكملوا الخيط والبنات لازم نحيو الخيط الابيض هذاك ما لازمش نخليوه. وبالنسبه للبنات للقماش، انا شريت المتر على 25,000 وشريته من محل متواجد بعزابه، هو محل مملكه الاقمشه، راهو معروف وناس عزابه يعرفوه. كيما راكم تلاحظوا البنات، كملت خياطت بالبرا والخيط. نروحوا الان نخيطوا على الماشينه، نتبعوا البنات الخياطه تاعنا ونخيطوا بطريقه سهله خلاه وبسيطه. وكي تكملوا البنات الخياطه ما تنساوش تنحيوا الخيط الابيض هذاك. هنا كملت البنات، دوك ندير بوين داغي باه الخياطه تاعنا تكون صحيحه ومتينه. هنا البنات راني قاعده نشرح لكم كيفاه كفيت لاغوب تاعي من تحت. اول خطوه نديروها هي نسرفليو القماش تاعنا، نديرو زيكزاك القماش تاعنا كيما راكم تلاحظوا. اول حاجه نديرو السورفيلاج، نديرو ساير داير كامل على لاغوب تاعنا. وكي ديروا السورفيلاج البنات زيكزاك ما لازمش تشدوا القماش بزاف، لازم تخليو ديما القماش، نقولها ونعاودها، نخليو القماش تاعنا يمشي على راحته. بعد ما كملت البنات درت زيكزاك كيما راكم تلاحظوا. نغير الغرزه تاعنا الى الخياطه، نتني القماشه البنات ونخيطوا كيما راكم تلاحظوا، ونخليو القماش يمشي على راحته البنات. الصوره راهي واضحه ومعبره. ان شاء الله تكون طريقتي سهله وبسيطه، وان شاء الله نكون افدتكم ولو بجزء قليل. سلام.